حتى مهما كان الميك اب في جمال الميك اب بتاعي كده او المكياج بتاعي، ما تشيليهوش الا بطريقه واحده هقول لك عليه، وهو ده سر الحفاظ على بشرتي حتى الان. خدي بالك انا ما بخافش من الحسد، سايبها على الله، بس يعني ايه، سمي كده على الحلاوه دي، سمي. اول خطوه لازم تعمليها انك انت ما تجيبيش المزيل بتاع السخمات. يعني السخمات ده ليه طريقه في ازالته، الطريقه دي طبيعيه. هتقولي لي ازاي طبيعيه؟ لا، مش هقول لك مثلا تجيبي لك شويه حلف تحكي بيهم في بشرتك تبوظيها، لا 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 لا. لو سمحتي في قوانين وفي رولز لازاله هذا الميك اب الجميل. طبعا خلاص استمتعتي وعملتي حواجبك شريطين قطر وخوفتي بيهم سواقين الميكروباص وعملتي كل اللي نفسك فيه، دلوقتي بقى عايزه تشيليه. تشيليه كيف؟ لا، ما تجيبيش الصابونه وترغي مره واحده، غلط. غلط على بشرتك. بيقول لك الصابون بيتخلل مع المكياج وبيتفاعلوا وبيعملوا ماده تاسعه ما نعرفهاش ايه هي، بس هيقولوا مضره. ما هنحطش حلف. هتقولي لي مثلا هنقشط اللبنات وهناخد منهم شويه القشطه ونحطهم على وشنا عشان نشيل بيهم اللي احنا عاملينه ده، هقول لك برده لا. طيب هتعمل ايه؟ بصي، مش عايزه تستشيكي زي كده، ما تستشيكيش. هاتي علبه وحطي فيها شويه زيت الزيتون وحطي فيها كمان شويه زيت جوز هند. هقول لك ليه بقى علبه، علشان البتاع ده عشان فيه جوز هند. جوز الهند بيتجمد، يعني جوز الهند الاصلي. لو ما عجبكيش جوز هند هاتي جوز ياسمين، عشان جوز ياسمين بيبقى فاضي، اللي هو جوز ياسمين عز، هي طول الوقت هي بتثبت فيه، فهتلاقيه فاضي وهتلاقيه قاعد لك. فلو ما لقيتيش جوز هند هاتي جوز ياسمين لو لقيتيه ايه اكتف، يعني في اللحظه اللي انت عاوزاه فيها دي. بصي، لان جوز الهند بيتجمد، فهتيجي تطلعي منه في البتاع البمبايه دي هتلاقيها ايه اتجفلت في وشك، فاحنا مش عايزينها تجفل في وشك، عايزينها تبقى سرحه. فنحطها في علبه، اللي هو ايه، لو قلب كريم مش مشكله، يقلب كريم، فناخد منه كده ونلطف كده ونلطف كده عشان نشيل. بصوا الميك اب اللي انا حطاه ده ووتر بروف. ووتر بروف يعني ضد الميه، يكشف تكون ميه الترعه حتى برضه ضدها، مكياج ثابت وضد الميه وضد وشك نفسه. نعمل ايه؟ هنجيب الزيت بتاع جوز الهند على زيت الزيتون ونروح عاملين كده ببشرتنا، بدل ما نجيب بقى ايه مزيل الهباب ده، هيقول لك ان هو فيه كيماويات هتضر البشره. ممكن نحط شويه على يدنا كده، ماشي، ونروح عاملين كده، نروح مطريينه كده، مطريينه كده. الله، ريحه جوز بصوا مجرد ما بعمل كده بيتزحلق. بصوا يعني مجرد، المهم الاول كده نعمل ايه، نطريه. نطريه يعني نخليه يفصل الماده بتاعته. تاني حاجه حواجبنا دي مش هتتشال بسهوله، دي عايزه عمليه تجميل تتشال فيها. هنعمل كده، نزود بس كده ايه الماده الدهنيه اللي هي الجوز اللي على فكره الوصفه دي لحسن تفتكري اني جاهله، الوصفه دي عاملاها على قناه الدي ام سي في السفيره عزيزه، وعايزه اقول لك انها يعني اتشافت كسرت المنطق. مدينه الانتاج كلها كانت بتسال على مزيل المكياج اللي انا عاملاه. هنعمل كده، بصوا ده كده ولسه ما اتنجعش، يعني المفروض تسيبيه 5 دقائق 10 دقائق 5 دقائق بالكثير، هتسيبيه هيطرى وهيطلع معاكي بسهوله زي السكينه في الحلاوه. ما طلعش، طلع ولا ما طلعش، فاضل منه جزء هنشيله. اقول لك بقى ايه الفايده ان انت تشيلي الهباب اللي على وشك ده باللي احنا عاملينه ده. هقول لك الفايده ان هو بيرطب، ما يجففش البشره، ما يخليش وشك يجشف بدري، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان برضو حمينا بشرتنا من الكيماويات. الحاجه الثالثه ان انت وفرتي لسيد الناس ان انت تجيبي بتاع سوبن جلوري اللي هو ايه بمبلغ وقدره على جوميا، ويجي الراجل بتاع جوميا جايب لك الاوردر، تتخضي وتتهربي منه على ايه؟ اعملي مزيل في بيتك ويكفي خيرك شرك، ووفر الراجل، وفر لجوزك علشان ما يرمكيش في الشوارع بدري بدري. بصي اها، شال ولا ما شالش؟ خدوا بالكم كل اللي انا حطاه ده ووتر بروف. طيب بعد ما نعمل كل ده نعمل ايه بقى في الزحلقه اللي بصي وانت بتشيلي وشك بيترطب؟ بصي وشك بيترطب، على الاقل لما تيجي تغسليه بالغسول بتاعك. لو انت بنت ناس، لو انت يعني مع كيس تجيبي الغسول هتعملي شويه ميه بملح وتحطي فيهم قطنه نظيفه وتروحي ممشيها على وشك، وبعديها بشويه ميه وترطبي بالمرطب بتاعك. والمره الجايه هقول لك اترطبي بايه طبيعي في وشك. اخر حاجه بقى سبناها اتنقعت، هيجيب لك قطنه جديده. اخر حاجه هي سبناها اتنقعت، ها اها، ده روج ثابت من اللي بيجلحف في الشفه، اها طلع في لحظه.
شويه زيت زيتون على شويه زيت جوز هند زي ما قلنا. بعد كده نقوم نشطف وشنا ونرطبه. يلا يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه اعملوا لايك واعملوا كومنت وقولوا لي عايزين وصفات الايه تاني، والطبيعي يكسب.